صباح الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأنا عايز أتكلم بس، هو احنا ليه ما بقيناش نحس بالعيد زي زمان؟ العيد بالنسبة لنا يعني بيختلف. وانت صغير مفهومك للعيد والعيدية والكلام ده كان مختلف، كنت بتستنى العيد عشان تاخد حريتك وتطلع تتفسح وتاخد العيدية من والدك أو والدتك، وتطلع بقى مع أصحابك وتعيش حياتك وتاخد حريتك. فانت لما كبرت الوضع ده بالنسبة لك بقى طبيعي. فلما بيجي العيد اغلب مننا دلوقتي مثلا بيبقى في الشغل، هو بيستنى العيد عشان حاجه واحده، اللي هو يقعد اجازه في البيت، يقعد يريح كده جسمه. في ناس مثلا بتاخدها بقى فرصه اللي هي مثلا تعيد على القرايب والحبايب وتخرج مع اصحابها، تخرج مع مراتاتها، تخرج مع مثلا ابهاتها، امهات كده يعني. بس العيد مثلا بالنسبه لنا، يعني سيبك من دلوقتي، مش هقول لك بقى العيد في غربه ومش غربه، سيبك من الاسطوانه المحروقه دي. خلاص الواحد اصلا بقى اخد على الوحده يعني عامه يعني، وانا من النوع اللي انا بحب الوحده. واللي انا في العيد في الغربه والكلام ده خلاص ما عادش يفرق الكلام ده، الواحد نحس، لان الواحد مر بظروف اصعب من كده بكتير يعني. بس هو العيد كان بالنسبه لي مثلا لما كنت في مصر، كان بيبقى في حاجه واحده او حاجتين: اللي انا رايح جسمي واريح في البيت التلات اربع ايام عيد دولت لو انا اخدتهم اجازه يعني، او كنت بشتغل فيهم. او اللي انا مثلا في الفتره اللي انا قاعد فيها البيت دي، احاول اركز مع اهلي، احاول اركز مع ابويا الله يرحمه او والدتي ربنا يديها الصحه يا رب. فكان العيد بالنسبه لي، وكانت يوم الوقفه بالذات، كان يوم الوقفه ده يجي عليا انا حاطط والدي الله يرحمه يا رب ويحسن اليه ويعيده في الجنه باذن الله، اللي انا لازم اظبطه كده، وقبل ما يجي يصلي يكون لابس الترنج بتاعه مستحمي مظبط دنيته، لانه هو كان تعبان اخر فتره يعني. ف اللي هو كان اهم حاجه في يوم العيد ده انا حاطه في دماغي، اللي هو لازم يكون نازل الجامع مستحمي مظبط دنيته لابس الترنج بتاعه. بس ده كان العيد بتاعي. ولو كنت اقدر اخرجه مثلا بعد الصلاه يبقى انا كده تمام، او اخرجه مثلا بالليل. فانا العيد كان بالنسبه لي ان انا ابسط اللي حواليا، فان انا لما ابسط اللي حواليا انا مبسوط. ده مفهوم العيد بالنسبه لي كان في مصر. فلما جيت هنا الموضوع ما اختلفش يعني، انا مش مثلا منبهر او مصدوم، او ما كنتش متوقع ان انا مثلا كل عيد اللي هو يا دوبك صلاه العيد خلصت خلاص العيد خلص بالنسبه لي. لا انا مش. بس الوضع مختلف، الوضع مختلف في كل الاحوال. والحمد لله الواحد عنده ايمان بربنا كبير، ان والدي دلوقتي في حته احسن، عيده في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه ده. بس انا عايزك تطلع من الفيديو ده بحاجه واحده: خلي العيد لما يجي عليك تحاول تقضيه مع عيلتك. ومن هنا مش قصدي مع عيلتك اللي هي عيلتك كلها، قرايبك واصحابك، مع الوالد والوالدة، دولت اهم حاجة. يعني حاول تقضيهم معاهم على قد ما تقدر، حاول تديهم وقتك على قد ما تقدر. انا زمان كنت في فترة من الفترات كنت مهمل جدا في حتة العيلة، وان انا اقعد اقضي وقت، وما كنتش بحب اقعد مع والدي او والدتي، وبحب اطلع بره على طول 24 ساعة. وكنت بركز في حاجات دنيوية كتير جدا. بس اكتشفت لا، لو يعني هم دولت اول حاجة، بعد كده تيجي بعد منهم اي حاجة. فانا بتكلم معاكم ممكن عشان يعني لو كأننا قاعدين مع بعض كده، احنا اصحاب واخوات وكده. أه بس لا يعني اهتم اللي انت حاول تقضي وقت مع عيلتك شوية. وزي ما قلت لك العيلة هنا الولد والوالدة، حاول تقضي وقت على قد ما تقدر، تديهم مجهود على قد ما تقدر، وتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، لان هيجي يوم في الايام مش هتلاقيهم جنبك. فربنا يا رب يحفظ الوالد والوالدة ليكم كلكم، ان شاء الله باذن الله بعيد سعيد عليكم. وانا والله مش طالع انكد، فانا طالع بتكلم يعني في حاجه آه، انا بحس بيها من زمان يعني. انا العيد بالنسبه لي كنت اللي انا افرح اللي حواليا بس. وحوار بقى العيدية والكلام ده احنا كبرنا من الكلام ده من زمان يعني. يعني احنا المطلوب مننا عيدية.
فبرضك لازم تحسبها ماديا يعني. فالحمد لله على كل شيء، وعيد سعيد عليكم، وحاولوا كده تستمتعوا، ريحوا في البيت، خليكوا يعني جنب الوالد والوالدة على قد ما تقدروا، استمتعوا كده يعني، هاف فن، فاهم؟ بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان الفيديو طول، مش هعمل ايديت اصلا بقى 5 دقايق وايه. وصباحكم زي الفل، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، وان شاء الله باذن الله عيدك في الجنه احلى من هنا بكتير يعني. صباحكم زي الفل، كل سنه وانتم طيبين.